السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ دي ان شاء الله محاضرة 12 والاخيرة في اوتوكاد 2022. لو انا عايز اعمل هندسة مالتي لاين فهقول له عايز اعمل ام ال وبعدين ليفت كليك هنا كده وبعدين ليفت كليك هنا، اقول له سكيب. لو قربت كده هندسة عملت زوم هتبص تلاقي ان هو عمل لك المالتي لاين بتاعك ان هو خط مزدوج والمسافة او السكنس بتاعه قليل جدا. طيب لو عايز اعدل السكنس بتاعه هندسة هقول له ام ال ستايل، تمام، وبعدين ليفت كليك. هلاقي حاجة هنا هندسة معمولة مكتوبة ستاندرد، تمام كده. طيب أنا عايز أعمل واحدة جديدة، هتسميها إيه؟ هديله مثلا السيكنس بتاع الجدار بتاعي وليكن 30 وبعدين أقول له كونتينيو. بعدين يا هندسة هختار له إن الأوفست بتاعي هنا يكون 30 سنتي، ثم هقول له اوكي. فعمل لي هنا واحده 30 سم هندسه، دبل كليك عليها كده عشان يظهر لي الاسم بتاعها فوق وبعدين اقول له اوكي. لو قلت له تاني ام ال وبعدين ليفت كليك هنا واتحرك كده، عمل لي نفس التو لاينز بتوعي بس المسافه ما بينهم 30 سم. هنا كانت 5 من 10 وهنا بقت 30 سم. تمام كده هندسه. طيب هندسه لو انت عايز تعمل اليبس شكل بيضاوي تعمله ازاي؟ هقول له الاليبس ده هندسه اي ال سبيس وبعدين الاليبس هندسه ليه قطرين، فاقول له ليفت كليك في اي نقطه كده واتحرك في القطر ده واقول له مثلا انا عايز اعمله 50. تمام، بدأ يمسك لي الاليبس بتاعي من هنا، اتحرك لفوق كده. انت عايز تعمل القطر التاني بتاعه كام؟ هقول له مثلا 100. تمام كده هندسه. بعدين همسح الخطوط دي. هندسه انا لا ممكن اجي من هنا كده اعمل لاين واعمل كمان هنا لاين، تمام، ثم ابدأ قص الجزء اللي تحت ده واعمل اريز للاتنين دول. طيب وبعدين يا هندسة خد لاين من هنا كده 25 وانزل لتحت 300 وروح في الاتجاه ده كده 400 واطلع لفوق 600. تمام كده، اعمل اسكيب. طيب اعمل ميرور لللاين ده واللاين ده وكمان اللاين ده. الميرور اللي هتعمله حوالين فين يا هندسة؟ هعمله حوالين الجزء ده كده. طيب عايز تمسح القديم؟ لا مش عايز امسحه. وبعدين هعمل لاين من هنا كده لهنا، اداني الشكل بتاع اكن مثلا هعمل حاجه تبع التراث الاسلامي او مسجد او غيره، فاقول له من هنا اتش سبيس عشان ابدا اتخيل الشكل قوي، واقول له ليفت كليك هنا واختار ان الهاتش بتاعي يكون جريدينت واختار له لونين يكونوا لونين الواجهات، تمام كده، وبعدين اقول له اوكي. طيب عايز اخير الشكل اكتر، اعمل له هاتش تاني هندسه يكون باترن ويكون على شكل الطابوق او الطوب بتاعي، وبعدين غير له السكيل من هنا قول له مثلا وليكن 10 وبعدين قول له اوكي. لو بعدت كده هندسه بدا يعمل لي الواجهه بتاعتي وبدا يعمل لي الشكل بتاعي. طيب لو عايز اعمل هندسه دايره ليها سمك او دايرتين جنب بعض واعمل فيهم هاتش، كنت انا هندسه الاول اعمل سيركل وبعدين اعمل السيركل مثلا الاولانيه 30 وبعدين اخد منها اوفست وليكن برضو 20 وبعدين اعمل كليك هنا كده واتحرك يا اما لبره يا اما لجوه. طيب لو عايز ارسم الدايرتين دولت يا هندسه مع بعض من غير ما اعمل الكلام ده وارسم اتنين سيركل، اقول له عايز اعمل دوناتس دي او وبعدين سبيس. طيب هو كده هيعوز ايه يا هندسه؟ هيعوز منك تديله قطرين، فالقطر الاولاني هنختار ال 30 وبعدين كليك وبعدين القطر التاني قول له 60 وبعدين قول له سبيس. بص كده يا هندسه الدايره بتاعتي بقت بتتحرك معايا عادي اهو، وبعدين هقول له ليفت كليك هنا كده. بص يا هندسه بدأ يعمل لي هاتش جواها هنا كده. تاني اخش في الامر واعمل له اقول له انا عايز اعمل دونت وبعدين هقول له انا عايز القطر الاولاني 30 والقطر التاني 60. بدأ يمسك لي الدايره بتاعتي كده في الجزء ده او الدايرتين بتوعي والجزء ده معمول معايا هاتش. تمام كده هندسه. طيب تمام هندسه في امر تاني عشان قبل الطباعه تقول له بي يو بيرج وبعدين تقول له سبيس. بي يو ده هندسه بيبدا ينظف لك البلوكات بتاعتك اللي انت ما استخدمتهاش، بيبدا ينظف لك الدايمنشن ستايل اللي انت ما اشتغلتهاش او ما استخدمتهاش عشان يبدا يخف لك في حجم الملف بتاعك. فبتيجي من هنا كده تقول له بيرج اول وتستنى على الملف بتاعك شويه لحد ما تبقى البيرج اول دي بنفس المنظر ده كده وما تكونش متفعله وتعمل كلوز. طيب ايه فايدتها؟ قلنا بيخفف الملف بتاعك يا هندسه. طيب هندسه انا لو عايز اعمل ادراج لصوره اقول له ايه؟ هقول له اي ام سبيس وبعدين تظهر معايا هنا كده مجموعه من الحاجات اللي انا ممكن استخدمها. يعني هاجي هنا عند السهم ده واقول له انا عايز مثلا اعمل انسيرت ل دي دبليو جي لمخطط، عايز اعمل انسيرت لصوره، عايز اعمل انسيرت لبي دي اف مثلا وهكذا. طيب هقول له انا عايز اعمل انسيرت الايمج
وبعدين هتيجي هنا تختار الايمج بتاعتك وتقول له اوكي. يظهر معاك هنا هندسه مربع حواري كده بيديك فيه اسم الصوره وان هو بالفول باث، وبعدين تقول له اوكي. وبعدين هقول له اقفل ده كده هندسه. هيقول لك اختار النقطه اللي انت عايز تحط عندها او الكورنر سبيسيفاي البوينت اللي عايز تحط عندها. فاقول له هندسه انا عايز احطه ولنفترض هنا كده. ثم لو اتحركت لفوق ولتحت كده هندسه هيبدا يديني معايا السكيل اللي هيحط لي في الصوره. طب هندسه لو انا عملت كده السكيل بتاعي عشوائي، لكن لو دخلت له رقم وليكن 50 وقلت له سبيس، بدا يحط لي الصوره بتاعتي اهي، وبدات تكون موجوده معايا في المخطط بتاعي. طيب في حاجه تانية يا هندسه عايز اقول لك عليها. لو انا رسمت مجموعه من الخطوط فوق بعض، فاقول له مثلا عايز اعمل لاين على اللاير دي كده واقول له سبيس، واروح اقف على لاير تانية واقول له عايز اعمل نفس اللاين بتاعي، فوقفت كده على لاير تانية واقول له عايز اعمل نفس الطول بتاع اللاين بتاعي ده على اللاير دي. وبعدين رحت على لاير الدايمنشن قلت له عايز اعمل نفس الخط بتاعي، وهكذا. رحت على الهاتش عايز اعمل الخط بتاعي، وهكذا على لاير الويندو. انا كده عملت كام خط يا هندسه؟ انا عملت مجموعه من الخطوط على حسب كل لاير بتاعي. طيب عشان انضف الكلام ده اقول له ايه؟ اقول له اوفر كيل او في، يظهر لي كده اوفر كيل. اعمل سيلكت العنصر بتاعك او العناصر اللي انت شاكك فيها انها متكرره، وبعدين اقول له سبيس. يبدا يفتح هنا معايا هندسه مربع حواري. هيقول لك انت عايز تعمل انجور لايه؟ للكلور ولا لللاير ولا للتايب لاين ولا للسكيل ولا لللينس ولا اللاين ويت ولا السيكنس ولا الماتيريال ولا ايه بالظبط؟ هقول له انا عايز اعمل دول كلهم، وبعدين اقول له اوكي. طيب لو ركزت كده هندسه بقى معايا لاين واحد بس، تمام. ولو ركزت تحت هيقول لك ان هو شال لك 4 خطوط كانوا فوق بعض، تمام كده. طيب تمام. عايز تتكلم عن ايه تاني يا هندسه؟ هندسه الاكسبورت بتاعي اعمله منين؟ لو انا عايز اصدر المخطط بتاعي او اصدر اللوحه بتاعتي اللي انا اشتغلت عليها، هقول له من هنا كده هندسه من ايه حرف الاي ده كده، وبعدين اقول له عايز اعمل اكسبورت. عايز اصدره بقى بي دي اف، عايز اصدره دي اف اكس اللي هو لبرامج التحليل الانشائي، وهكذا. تمام كده هندسه. طيب وبعدين عايز هندسه اعمل الطباعه، هقول له كنترول بي. لما اقول له كنترول بي يفتح معايا مربع حواري زي ده. هاجي من هنا اختار له اسم الطبعه بتاعتي، تمام كده. طيب وبعدين هقول له عايز مثلا اختار اسم الطبعه دي، واجي من هنا هندسه عند البيرج سايز احدد له بقى انا عايز اشتغل على انهي نوع ورق. اشتغل على A1 على A2 على A3 على A4 بالمقاسات بتاعتي على حسب ما انا عايز اطبع. وبعدين يا هندسه في هنا اختيارين يا هندسه. اول حاجه اللي هو اللاندسكيب. لو ركزت مع الورقه دي كده لما اختار الاختيار اللي فوق، بص الورقه اتعمل ازاي، بدا يعدل لي حرف الاي بتاعي. فانت بتطبع على حسب اللوحه او المخطط اللي عندك، تمام كده. وبعدين اقول له من هنا اوكي يا هندسه. هيجي يقول لك هو عايز يسميها او عايز يكتب لها اسم، فهتسميها من هنا وتقول له سيف. هو كده عملها هندسه، ادالها اسم وحفظها بره كبي دي اف عشان احنا كنا مختارين ان الطبعه بتاعتي تكون بي دي اف، تمام كده. طيب ايه تاني يا هندسه؟ هندسه لو انا عايز اعمل تمبلت او لوحه تكون جاهزه معايا، مش كل مره ادخل اعمل اللاير بتاعتي ومش كل مره ادخل اظبط اليونت بتاعتي، لا انا عايز كل مخطط او تمبلت لما اجي افتحه الاقي في مجموعه اللايرز دي اللي انا بشتغل دايما عليها على طول، والاقي ان اليونت بتاعتي متظبطه على السنتيمتر ولنفترض، واني ما اشوفش معاها ارقام عشريه، والاقي ان الدايمنشن بتاعي ولنفترض التكست بتاعه 25 وباقي الاوامر بتاعت التكست بتاعتي مظبوطه. فازاي ان انا اعمل تمبلت؟ هتظبط الاعدادات دي كلها هندسه الاول، تمام. يعني انا هروح اظبط الاعدادات بتاعت اللاير، اظبط الاعدادات بتاعت التكست، اظبط الاعدادات بتاعت اليونت بتاعتي. وبعدين هتقول له من هنا كده يا هندسه من عند حرف الاي ده كده انا عايز اعمل سيف از. طيب سيف از كايه؟ دروينج تمبلت. فاقول له ليفت كليك هنا كده يا هندسه. لما اجي هنا كده يقول لي انا عايز لها اسم، فهقول له مثلا نسميه ولنفترض التحاور، تمام. وبعدين هقول له سيف. لو هنا عايز تكتب ديسكريبشن للتمبلت بتاعت حضرتك، تمام، فاكتبه. مش عايز له تكتب له ديسكريبشن خلاص سيب، وبعدين اقول له اوكي. طيب وبعدين هقفل من هنا كده هندسه. لما اجي افتح مخطط جديد او عايز افتح مكان عشان ابدا ارسم فيه جديد، فاقول له من هنا نيو، وبعدين هتقول له انا عايز براوز تمبلت، وبعدين ليفت كليك هنا كده يبدا يفتح لك هنا بقى المكان اللي تروح تختار منه التمبلت بتاعك. فمثلا نفترض لو قلت له انا عايز اختار التحول، وبعدين اقول له اوبن.
لما اجي ادور هنا كده يا هندسه، انا المخطط معاه اهو. لو جيت اقول له اللايرز بتاعتي موجوده وبصيت كده هتلاقيها موجوده. طيب لو عايز اشوف اليونت، هتلاقي اليونت بتاعتك زي ما انت كنت ظابطها، وان مفيش ارقام عشريه ومعموله سنتيمتر. طيب لو جيت ابص على الدايمنشن، هقول له مثلا موديفاي، ابص على التكست لقيت الحاجات اللي انا كنت ظابطها تمام كده. وده ازاي ان انا اعمل تمبلت على الاوتوكاد. كده خلصنا الكورس بالنسبه لل2 دي. اشوفكم على خير ان شاء الله.